منتخب مصر ولاعب نادي حرس الحدود، تواجدك النهارده في التواجد في الوقفه للرياضيين، ابرز صعوباتكم النهارده حبيبي مفيش صعوبات خالص، الناس كلها واقفه زي الفل، مفيش اي حاجه، والناس بتطالب بعوده النشاط، وشايف الاعداد كبيره ازاي. طبعا مش لعبت الدوري الممتاز كلها، لعبت الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه واللعيبه الناشئين، كل الناس بتطالب بعوده النشاط، واكيد طبعا كلنا محتاجين النشاط يعود، انا وانت والناس كلها اللي موجوده هنا. شايف تأجيل الدوري مرة أخرى ممكن تبقى التبعات بتاعته إيه؟ يعني ممكن يحصل له حل؟ لا، يبقى في مشكلة كبيرة طبعا لو تأجل مرة تاني، متهيألي الموضوع هيبقى صعب وما ينفعش إن هو يتأجل تاني، ولو تأجل تاني هيبقى لنا وقفة تانية وتالتة. إحنا اتفقنا على كده في القعدة اللي قعدناها مع بعض مع نوادي الدوري الممتاز وكده، وإن شاء الله بإذن الله ما يكونش في وقفة وصوتنا نوصل للناس. يعني شايفين النهارده إن أنتم ممكن تاخدوا ضمانات بعودة الدوري إن شاء الله في ميعاده؟ هو الناس مأكدة علينا ان الموضوع هيرجع في ميعاده، الدوري هيرجع في ميعاده. الموضوع بقى ضمانات او مش ضمانات الموضوع صعب شويه ان احنا نتفق على حاجه زي كده. احنا بنوصل صوتنا بس للناس، وطبعا شايف مجموعه الناس اللي موجوده مجموعه كبيره رياضيين كتير، فان شاء الله الصوت يوصل بقوه ان شاء الله. الافضل لتلبيه احتياجات الكره المصريه؟ اي حد يجي يخدم الكره المصريه على اكمل احنا اي حد عايزين نشتغل. طب كلمه كده بس في التلفزيون المصري. هو الجمهور المصري هو الوقفه دي وقفه رياضيين وسلميه لعوده النشاط. بص، عوده النشاط، عايزين عوده النشاط بس. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا الكابتن مدحت بلادي. عايزين نعرف ايه انتوا جايين ليه النهارده وايه المطالب بتاعتكم؟ يعني جايين الهدف كل واحد، يعني هدف مدحت هو هدف الدرجه الثانيه، الدرجه الثالثه، الدرجه الرابعه. احنا عايزين الدوري يرجع والدنيا تمشي والدنيا تبقى كويسه، لان في ناس بتاكل عيش من ورا بس في هم وعدوا هنا في وزاره الشباب ان النشاط هيقوم يوم 17 اكتوبر الجاي. اتمنى كان الوعد دوت موجود الشهر اللي احنا بنخلص منه وما حصلش، بس انا اتمنى ان شاء الله يعني يستأنف الشهر الجاي. طب ايه رد الفعل من الرياضيين لو النشاط ما رجعش دلوقتي؟ لا، يبقى فيها وقفه اقوى من اللي احنا فيها دي. طب دلوقتي في ناس هتقول ان انتوا واقفين ليه؟ طب ما في ناس ماتت وفي حقوق ناس ماتت والكلام ده. طب احنا خلاص ناخد بقى حقنا بايدينا، الناس اللي ماتت دي نروح على بورسعيد مثلا وناخد حقنا بايدينا، انما في قضاء. ما احنا كل حاجه ماشيه بالقضاء. اشمعنى الفلول بيتحاكموا بالقضاء دلوقتي؟ اشمعنى؟ ليه ما عملوش ثوره وليه اتقلبت الدنيا؟ كل واحد بياخد حقه بالقضاء، وعمرنا ما هنشكك في القضاء. يعني نسيب القضاء ياخد مجراه؟ لازم. انما لو جينا ما واجهناش بعض ان كل حاجه تاخد مجراها صح بالقانون يبقى مش هنعيش. طب يا كابتن، شايف ان مسؤولين الدوله هيقدروا الوقفه بتاعتكم دي ويصدروا قرارات بصالحكم؟ هو مفيش اصدار قرارات، احنا اللي احنا بنطلبه ان الدوري يشتغل يوم 17 زي الوعد اللي هم قالوه. انما الكلام اللي بيتقال دلوقتي ان احتمال يتاجل الدوري تاني عشان الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره. انا مالي باتحاد الكوره؟ هو اللي بينظم اللعب. انا مالي باتحاد الكوره؟ انا في ناس تاكل عيش. الناس يا جماعه فاكرين اهلي وزمالك بس لعيبه كبار. لا، ده في ناس تحت كتير، وفي ناس شغاله تحت ما بتلاقيش تاكل. لو ما اشتغلش المهنه بتاعته ما بيعرفش ياكل اسرته. احنا نتكلم لينا ولا علينا؟ ده مجال المجال دوت اللي بيبسط الشعب ده كله، واللي بينزل ونزل اكتر من الثوره اللي حصلت. كنا بننزل الشعب الشارع لما بنكسب في اي حته. لازم الدنيا تمشي، ولما مشيتش هيحصل ازمه كبيره بالنسبه للمجال ده بالذات. حد هيجي يضربنا؟ امتداد من ايه؟ تعبنا امتداد بلد في بلد، في نظام، في احترام، في قانون. طبعا القانون على الكوره مش اسمها امتداد منين؟ عيب كلمه امتداد وكلام البلد، عيب الكلام ده. هو كده اتفضل يا كابتن.